كابوس مرعب. أرجوك لا يجب أن تكون هنا، لا يوجد مهرب. عد الآن. أنت ملكنا الآن. أرجوك ساعدنا. لا يمكنك الهروب. انضم إلينا. كابوس مرعب. اسمي مصطفى. كنت سايب القاهرة من فترة بعد شوية مشاكل وضغط وماضي ما أحبش أفتكره. نقلت البيت ريفي هادي في أطراف البلد، بيت قديم شوية بس مريح ورايق. أول ليلة بعد الشغل كنت جعان فطلبت أكل من مطعم قريب. الليل ده ما نمتش، وبعد ساعتين سمعت صوت غريب من ورا البيت. فكرت إنها قطة أو كلب، لكن الصوت كان كأن حد بيحاول يفتح الباب الخلفي. عدى يومين وفي الليل الشرطة بعتولي رسالة إنهم مسكوا راجل قريب من المنطقة وهو بيحاول يقتحم بيت. ولما شافوا صورته طلع نفس الراجل اللي جه عندي. الموضوع انتهى؟ لأ، بالعكس، بدأ. وفي يوم وأنا قاعد في الصالة سمعت صوت خطوات فوق رغم إني ساكن لوحدي. طلعت لقيت الطرقة ضلمة، بس حسيت إن حد واقف في آخرها، مش ظاهر شكل بس، مجرد خيال ثابت واقف وبيتفرج. ولما ناديت مين اختفى. بدأت الهلاوس تزيد. كنت بشوف لمحات مش بتاعتي، طفل مستخبي في دولاب، عياط مكتوم، صوت راجل بيقول اخرج بقى. أنا ما حصليش كده في حياتي، دي مش ذكرياتي. بس كل يوم المشاهد دي كانت بتقرب أكتر، لحد ما بقيت مش بس بشوفها، بقيت بحسها. ريحة الخشب القديم، البرد، حتى نفسي الطفل. وفي ليلة كل حاجة خرجت عن السيطرة. كنت في المطبخ سمعت صوت سكينة بتتجر على الأرض. طلعت للصالة لقيت راجل واقف، نفس الراجل بس وشه ما كانش ثابت، نصه محروق ونصه تاني شبه طفل، واقف في آخر الطرقة وساكت. لما قربت منه قال بصوت مش راكب على شكله احنا بدأنا ولازم نكمل. فجأة اختفى وظهر ورايا. جريت على المطبخ، مسكت سكينة، لقيت علامات سودة على ايدي كأن حد ماسكها قبل ثواني، بس أنا مسكتهاش قبل كده. المطاردة بدأت. البيت بقى يتغير وأنا بجري، الجدران بتتشق وبتتخبط، الأبواب بتتقفل لوحدها. وبعدين شفت حاجة بشعة، نسخ من شكلي، 4 صور مني نفس وشي، بس كل واحد واقف بزاوية مختلفة وحركاتهم مش طبيعية. واحد منهم قرب وقلب تشويش، احنا اللي نسيته. وجريوا عليا، ولما وقعت على الأرض اختفوا. ولقيت على الأرض جملة محفورة بخطي: انت كنت هنا قبل ما تتولد. أنا اتجننت، صرخت ده مش حقيقي. لكن البيت ما بيفرقش بين الحقيقة والخيال. دخلت أوضي، لقيت الغرفة شكلها اتغير، اتبدلت لأوضة طفل، نفس الأوضة اللي بشوفها في رؤيتي. وساعتها ظهر طفل صغير عينه سودة بالكامل، قرب مني وقال هو رجعك عشان كلنا نكمل. اختفى وظهر الراجل تاني، قرب مني وحط ايده على جبيني. وفي اللحظة دي كل حاجة اتشوهت، الزمن نفسه اتقطع. وبعدين فجأة نور البيت رجع، كل حاجة اختفت، ولا راجل ولا طفل ولا جدران قديمة ولا أي أثر. بس على الحيطة كان في حاجة مكتوبة: المرة الجاية مش هتلحق تهرب. وسمعت صوت خطوات بره الشقة، وقبل ما أصرخ الباب اتفتح. ظهر ظل شخص واقف ساكت، وقال بصوت هادي: يا مصطفى، فاكر اللي تحت؟ ولقيت باب الأبو بيتفتح لوحده، جوه ضلمة وبر الطالع. صوت بيقول من جوه: لو عايز الحقيقة انزل. الباب اتفتح وبعد ثانية اتقفل لوحده، والنور قطع وانتهى كل شيء في ظلام تام. القصة خلصت بس الكابوس لسه مكمل. اكتب لي في كومنت رأيك في القصة وقول لي تحب الكابوس الجاي يكون عن ايه.